كل سنة وانتم طيبين. احتفلنا بالسنة الجديدة بقى، عملنا بط بالبرتقال بمذاق رائع وشكل جديد خالص. وعشان الحفلة كمان تبقى مميزة عملنا معاه جميع أنواع المحشي. هبدأ بقى أول حاجة بعد ما غسلت دكر البط كويس قوي، هعمل له محلول نقع بقى عبارة عن كوباية من السكر، كوباية من الملح، عصير ليمون، عصير برتقان، وقشر الليمون وقشر البرتقان وورق لورا. حطيت الحاجات دي كلها مع شوية مية كده، وهبدأ أنقع بقى أدوب الحاجات دي كلها في المية، وأنقع دكر البط بتاعي بقى في المية ديت ساعتين 3 كده على حسب الوقت المتاح عندي. بالشكل دوت المحلول النقعي دوت بيخلي الفصوص دكر البط دايبة كده وطعمها جميل، وريحته برتقان مع الليمون كده جميلة جدا. ده بقى بعد النقع كده شكل الدكر البط بتاعي كان جميل خالص بصراحة وريحته جميلة. هحضر التتبيلة بقى عبارة عن معلقة من الملح، معلقة من الروزماري، معلقة من الفلفل الأسمر، كاري وكركم وقرفة وزنجبيل. هحط الحاجات دي كلها في البولة كده، وعليها عصير البرتقان بتاعي كوباية من عصير البرتقان بالشكل دوت، وادوب كويس قوي الحاجات دي كلها مع بعضها كده بالشكل دوت. احضر بقى بعد كده دبس الرمان، هحط معلقتين من دبس الرمان على الخلطة ديت كده بالشكل دوت، واقلب كل الحاجات دي كلها على بعضها كده. طبعا دبس الرمان ده بيساعد في الهضم وبيخفض مستوى الكوليسترول، بيخلي مذاق اللحوم رائع. اي طيور او اي لحوم بيخلي مذاقها رائع مع معلقتين كده من زيت الزيتون. طبعا الروزماري في التتبيله ديت بيدي ريحه عطريه كده ونكهه مفيد، نكهه جميله جدا ومذاق لذيذ كمان. بيخفف الام المفاصل وبيعالج مشاكل الجهاز التنفسي. هقلب الحاجات دي كلها على بعضها كده مع معلقتين من العسل. كده اصبحت التتبيله بتاعتي جاهزه. جبت سرنجه بقى وهبدا كده احاول ادخل التتبيله بتاعتي للانسجه بتاعه البط كده، عشان البط يبقى واخد من طعم وريحه التتبيله كلها، وكل التتبيله واصله لجميع اجزاء ذكر البط معايا. طبعا البط ده مصدر غني بالبروتين والحديد والزنك وفيتامين بي 12. كمان لحم البط بيحتوي على نسبه منخفضه من الدهون، وخاصه الدهون المشبعه. كمان بيحتوي على احماض واوميجا 3 المضاده للالتهابات. هوصل بقى التتبيله بتاعتي كده لجميع الاجزاء وفوق وتحت، واخلي اغرق الدكر كده بالتتبيله الجميله الرائعه ديت اللي عليها عسل وروزماري، وعليها دبس الرمان، وعليها الكاري والكركم، الحاجات الاعشاب المفيده كلها والتوابل المفيده بتاعتي. بالشكل دوت انا باكل وفي نفس الوقت اكل مفيد وصحي، وما بتعبش الجهاز الهضمي بتاعي. بالعكس الاكله كانت خفيفه جدا جدا، مع انه بط بس كان الاكل خفيف. هدخل بقى كده بالشكل دوت في الفتحات اللي انا فتحتها عشان يوصل للانسجه كده كلها بالشكل دوت. بصراحه الطريقه دي جميله بقى، ومش بحطه في الميه وعايزه حله كبيره، لا انا بسويه بشويه في الفرن كده. هو بيطلع بط بالبرتقال مشوي في الفرن كده بطريقه جديده هعلمها لكم. حضرت معايا محشي بقى. انا كنت حاشيه المحشي دوت، مجهزه ورق عنب وكرنب. كنت خلطه المحشي زودت لها، كان عندي لحمه مفرومه وحشيتها في الورق العنب والكرنب، وهبدأ احشي بيها بقى البط بتاعي. ما هي حفلة بقى ورأس السنة، مش كل يوم. وحطيت معاها طرنشات من الجزر كده بيدي ريحة جميلة وبيشيل ريحة الزفارة برضو بالشكل دوت. البرتقال برضو بيشيل ريحة الزفارة، بيخلي ريحة الطيور في حتة تانية خالص. انا كنت مخيطة الرقبة كده عشان احشيها برضو، كانت مفتوحة، فخيطتها عشان احشي برضو الرقبة من المحشي بتاعي. حضرت بقى كيس حراري كده بالشكل دوت، هحط فيه بقى دكر البط بتاعي بالشكل ده كده. انا محافظه على الرقبه ومحافظه على الذكر البط بكل حاجه عشان يبقى شكله كبير في السفره كده وكبير وباين في الصينيه بتاعتي. وباقي التتبيله حطيتها برده في الكيس الحراري بالشكل دوت. وهقفل بقى كويس. انا ما كتفتش الذكر البط بتاعي عشان يبقى كبير كده ومالي السفره. هقفل كده بالقفل بتاع الكيس الحراري بالشكل دوت. المفروض بقى ان انا بعد القفل دوت الف الكيس الحراري بالبط دوت بالسلوفان، بس كان السلوفان خلص من عندي بصراحة فاكتفيت بكده بس. وهجيب بقى ملح، هحاول اندي الملح كده بالمية بحيث ان هو يبقى عامل زي الرملة المبلولة. وهقفل بقى على ذكر البط بتاعي بالملح. بصراحة الطريقة ديت بتخلي الحاجة تستوي بسرعة، وبتبقى طعمها خطير والأنسجة دايبة دوب. فانا بقى حفله بقى ولازم احتفل واعمل حركات كتير. حطيت بقى الدكر كده بالشكل دوت، ما قفلتش بالسلوفان للاسف ما كانش عندي، بس انا علمتكم الطريقه دي قبل كده بالسلوفان بعد الكيس الحراري. الملح طبعا كده بره والدكر في الكيس، فالملح ما بيوصلش للبط. انا اكتفيت بس بمعلقه الملح اللي كانت عندي، اللي انا حطيتها في التتبيله. لكن الملح اللي بره دوت ما هو الا بيسوي
وبيخلي طعم الحاجة جميلة قوي، وبيشوي الحاجة بقى، بتتشوي كده بتبقى مقلية قلي كلها، مفيش حتة طالعة لون وحتة طالعة لون تاني بالشكل ده. كده قفلت خالص خالص كده على الذكر البط في في الصاج بتاعي، وبدات احطه في الفرن بقى، ولعت الشوايه من فوق ومن تحت، وخليت الذكر بعيد عن الشوايه تحت كده. ده بعد ساعتين بقى، هو خد ساعتين بصراحه. طلعت بقى بحاول اكسر الملح، طبعا الملح سخن خالص. لو سبته شويه مثلا جاي له ضيوف بعد ساعه ولا حاجه، في الملح كده زي ما هو هتفضل محتفظ بالحراره. بس أنا كنت مستعجلة بصراحة، كنت عايزين نحتفل بقى، فكسرت الملح كده وهو سخن بسرعة، وهابدأ أفتح الكيس الحراري أوريكم اللون. شايفين الريحة بقى كانت خطيرة؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ كهرمان، ما شاء الله، ريحته كانت جميلة قوي بصراحة. هطلعه بقى من الكيس الحراري دوت، وهقدمه كده مع المحشي بالشكل الجميل الرائع ده، كل حاجة سخنة خالص، وانا المحشي والبط سخن خالص. بس بصراحة كان ريحته وطعمه خطير، والفصوص دايبة دوب. البطاية انا ما كنتش عارفة ذكر البط اشيله. ده شكل الوصفة بتاعتنا بقى في الاخر. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.